انا عارف ان في فريلانسرز كتير احسن منك، بس العميل اختارك انت، والسبب ممكن يكون فيديو تعريفي بسيط بصوتك وبكاميرا موبايلك كمان، ومش محتاج ايديت رهيب، وهقول لك ازاي دلوقتي. ودي واحده من اهم الحلقات لاي فريلانسر عاوز يشتغل على منصه ابورك او حتى منصات تانية، وهو ازاي انك تبيع نفسك للعميل، او بمعنى اصح تعمل لنفسك انترودكشن فيديو او فيديو تعريفي يخلي العميل يختارك انت بدل اي حد تاني. خلي بالك ان ديت اكتر وسيله قويه تخلي العميل يحس بالفاليو او القيمه اللي هياخدها منك كفريلانسر، وليه يختارك انت عن اي حد تاني. والنهارده هفهمك الحاجات ديت. طب يا ترى ايه هو الهدف من الفيديو، وازاي تعرف تعمله باسلوب بسيط وجذاب؟ طب ايه هي فكره الفيديو اصلا؟ الهدف مش انك تبهر العميل باضاءه سينمائيه، الهدف ان العميل لما يشوف الفيديو دوت يقول لك الراجل ده واضح وصريح، مش مهتم قوي بالفلوس، وفعلا بجد عاوز اشغله معايا. وعشان كده لازم نعمل كذا حاجه هتكون موجوده في الفيديو. اول حاجه، حاول تعرف نفسك بسهوله وببساطه. بمعنى ايه؟ لما انت بتبتدي الفيديو التعريفي بتاعك مهم قوي انك تعرف نفسك بس بشكل بسيط. يعني مثلا ما تقولوش انا اسمي كذا 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 ومولود في كذا ولي 4 اخوات و3 بنات. لا، انت دايما بتبتدي الفيديوهات التعريفيه بتاعتك ب3 نقط مهمين جدا. اول نقطه هي البين بوينت. ايه هي النقطه بتاعت الوجع اللي عند العميل اللي بيدور عليها؟ لو انت جرافيك ديزاينر تفتكر العميل هيعينك ليه؟ فانا دايما ببتدي الفيديوهات التعريفيه بتاعتي كبروجكت مانجر ازاي ان انا هوفر عليك وعلى وقتك اكتر من 40 ساعه عمل في الاسبوع، عن طريق ان انا اعرف اخد بالي من البيزنس بتاعك واتابع الفريق بتاعك واعمل لهم مانجنج، بحيث ان انت تركز على التوسع في البيزنس وانا اكون مركز مع التيم بتاعك عشان نعرف ان احنا نشتغل مع بعض بشكل كويس. تاني حاجه، سوشيال بروف. يعني ايه سوشيال بروف؟ السوشيال بروف دوت هو الارقام الملموسه كفريلانسر اللي انت عملتها في شغلك قبل ما تخش منصه ابورك لو انت لسه جديد. والسوشيال بروف دوت بيبقى مثلا انا كفيديو اديتور ساعدت عشرات اليوتيوبرز ان هم يقدموا فيديوهات فايرال فيديوز ويعرفوا ان هم يوصلوا لاودينس اعلى، وزودت لهم عدد السبسكرايبرز من 0 سبسكرايبرز ل 100,000 مثلا. او لو انت جرافيك ديزاينر، انا ساعدت براندات كتيره جدا موجوده في الامارات وفي السعوديه وفي مصر ان هي تعرف تعمل لنفسها فيجوال ايدنتيتي، وعن طريقها عملوا آلاف الدولارات. اتأكد دايما ان في السوشيال بروف بتاعك لازم تبقى مدعمة بأرقام، وده مهم جدا لان الاجانب بيحبوا الارقام. النقطة اللي بعد كده الاكسبيرينس بتاعتك. ايه اللي يخليك مؤهل انك تعرف تتكلم مع العميل دوت؟ سواء الادوات اللي انت بتستخدمها، اشتغلت في شركات قبل كده او لا، ايه الحاجات اللي انت عملتها تخليك مؤهل لحاجة زي دي. اهم حاجة في الفيديو طبعا هي الكول تو اكشن. الكول تو اكشن دوت هو الهدف منه انك تبعت للعميل رسالة ان احنا محتاجين نتكلم بعد كده. فما تقولوش لو سمحت عيني، ما تقولوش بليز هاير مي، I'm looking forward for your acceptance. الكلام ده كله هري. فواحد دلوقتي هيسالني يقول لي يا عم انا معيش كاميرا ولا موبايل احترافي، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت مش محتاج اقل من كاميرا موبايلك العاديه اللي هي نوعها ايا كان نوعها ايه، ومش لازم تكون حاطه ايفون. وانت هتحتاج حاجتين: مصدر طبيعي للاضاءه، واحد صاحبك جدع وبيحبك، وتبقى قاعد على كرسي كده وتبتدي تتكلم قصاد الموبايل. طب وده ليه؟ هل العميل فعلا مستني منك انك تكون قاعد مثلا في بلكونه وانت بتتكلم؟ لان انت مش بتشتغل في حاجات فيجوال. انا مثلا لو كونتنت كريتور وبطلع للعميل في فيديو تعريفي، لازم الفيديو ده يكون معمول بشكل حلو جدا. في حين بقى لو انت راجل شغال في داتا اناليست او جرافيك ديزاينر، انت بتتكلم وصور الشغل بتاعك طالع قصادك وانت بتتكلم، طالع كده مثلا هنا او هنا او هنا على حسب. لكن لو انت بقى فيديو اديتور، مش انت اللي بتتكلم، شغلك هو اللي بيتكلم. صوتك طالع في الفيديو، والافكتس والترانزيشنز، الحاجات اللي انت عملتها تطلع ورا بعض. ويفضل على ابورك لو انت بتحط يعني محتوى او بتحط بورتفوليو يكون مكتوب باللغه الانجليزيه مش بالعربيه، عشان العميل اول ما بيشوف حاجه بالعربي او اي لغه تانية بيخاف وبيقفل. ولو انت مثلا في مجال الفي اي زي ما اتفقنا، مش محتاج ان انت تعمل اي فيجوالز للفيديو، لان في الاخر العميل كل اللي يهمه ان الشغلانه تخلص. العميل اهم حاجه بيشوفك وانت بتتكلم وانت مبتسم، بيشوف هل الشخص دوت مهم ان انا هعرف اتكلم معاه، هل بيتكلم بشكل مفهوم. وافتكر الاكسنت مش مهمه، الاكسنت بتاعتك مش لازم تبقى ابن ايجيبت عشان تتقبل. لان انا مؤمن دايما طالما العميل حس بالفايب بتاعتك او حس بالهاله بتاعتك ان انت شخص ايجابي، شخص بتاع شغل، شخص جد في شغلك، مش مهم انت بتقول ايه، هو شايف ان انت شخص تعرف تتكلم معاه. وخد بالك انت ممكن تحس ان انت هتكون مصطنع شويه، بس ده عادي، مفيش مشكله. انت لسه بتجرب حاجه جديده. الفيديو التعريفي مش محتاج منك غير قرار بس: افتح الكاميرا، كلم العميل كانه صاحبك، وعيش شخصيتك اللي بجد. بس كده، سلام.